وباننا احنا على طول بنتكلم على اللي احنا ما نكسلش، اخترت النهارده المكان ده بالذات او في الوقت ده بالذات عشان اوريكم اللي الناس بتتحرك عادي مهما كانت درجة الحرارة ومهما كانت السقعة. طبعا هلاقي واحد يقول لي ما هو اتعود على كده. لا، مفيش حاجة اسمها اتعود ولا ما اتعودتش. اي انسان حتى لو عايش في مكان ساقع زي كده ما بيحبش اللي هو يطلع، لكن ما ينفعش اللي هو ما يطلعش، عشان الحركة بقت سيستم، بقت لايف ستايل. لازم ان انا اتحرك. طب الدنيا برد هعمل ايه؟ لازم اتحرك. فده بقوله ليه؟ بقوله للناس اللي هي بتاخد اي عذر، يقول لك النهارده الجو ساقع انا مش هنزل التمرين، النهارده هكسل، النهارده مش عارف ايه، يوم في يوم في يوم في يوم هتبص هتلاقي نفسك بالفعل كسلت. واللي انت ما بتبتديش تتحرك، واللي انت بتتحرك بس في شهر ولا شهرين في السنه ولا 3 في السنه اللي هو بيديك باور وخلاص على كده وبدانا الباور. لا، الجو برد، انزل اتحرك. عندك مذاكره وعندك الكلام ده، ذاكر. انت ما بتذاكرش 24 ساعه، ذاكر وانزل اتحرك. انا ما بقولش ان انت تنزل وتتمرن تروح الجيم بس، اعمل اي نشاط، اي نشاط يا جماعه. عشان برضو في ناس بتفكر ان انا بتكلم بس ان انت تروح الجيم. لا، الجيم للناس اللي عايزه تروح الجيم، المشي لان المفروض للناس كلها، الجري المفروض للناس كلها. فده على لازم 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 نحطه هدف في دماغنا، اللي احنا نتحرك. الحركه زي ما قالوها زمان، الحركه بركه. فما نكسلش. وهقول وهعيد وهقعد اصدعكم بموضوع الكسل، اللي هي ده الكسل ده لو احنا حطمناه هي الحاجه الوحيده عشان خاطر تنجح في اي حاجه. لو انت كسلت مش هتذاكر، لو انت كسلت مش هتجري، لو انت كسلت صحتك هتبقى في النازل. الكسل هو باب، واقدر اقولها بكلمه عريضه، باب الفشل. ما تكسلش واطلع، اطلع اتحرك. على طول بقولها ما تكسلش وما تقعدش.